امتى تركب جهاز الاشعال وامتى ما تركبوش؟ لازم تعرف اول حاجة ايه لو انت ركبته هبقى وفرت ايه وما وفرتش ايه، بدل ما كل شوية حد يقول لك ركب جهاز الاشعال افضل من الاسبريتير الالكتروني واحسن من العادة. لا، هو انت يا تركب اسبريتير الكتروني يا تركب اسبريتير عادة، لسببين. الالكتروني عمره الافتراضي طويل، اداؤه اعلى، بس لما بيعطل بتضطر ان انت تغيره ببعضه او ان انت تغير له على الاقل الشريحه وانت ماشي على طريق ولا حاجه. الموضوع مبيبقاش احسن حاجه. العاده عمره الافتراضي قصير كقطع غيار، بس لو عطلت اي حد يمشيك. انما بقى جهاز الاشعال يعني ميزه وعيب، ان انت وفرت كوندنسر انما انت ما وفرتش ابلاتين. بسبب ايه بقى؟ ان انت طول ما العربيه دايره الجزء ده اللي هي الفبره اللي هي بتاع الاحتكاك دي بتتاكل. فانت مهما عايرت ومهما ظبطت الكهرباء اللي الثغره اللي هي على مقاس 50 دي بتفضل تقفل لغايه اما تلزق هنا. وقت ما لزقت اكنك عامل قفله ما بين كابلين بالظبط، تقوم مسيحه الدنيا. يبقى منظر الابلاتين زي ما هتشوف كده. شوف ده الابلاتين سايح اهو، بيبقى كده اهو. شوف سايح ازاي، عمل زومبا. ليه بقى؟ فضل قافل كده لغايه اما سخن لدرجه ان هو قام ايه لادع. فانت كده لو ركبت الشريحه الالكتروني او الجهاز الاشعال زي ما بيقولوا يبقى انت كده ما وفرتش غير الكوندنسر بس. انما الابلاتين كده كده هيجي عليه وقت ويقفل، مش علشان جهاز الاشعال وحش، لا، علشان هو وطبيعته كده. عمره الافتراضي كده ان هو بيحصل له تآكل في الفبره هنا. التآكل في الفبره دي بالتالي الفبره دي بعد ما تتآكل بتقوم ضيقه الثغره. شوف ده هنا اهو واحد اهو، شوف سايح ازاي اهو. شوف وصل لدرجه ايه؟ ابلاتين ساح بمعنى كلمه ساح لغايه اما فحر مكانه. ليه؟ دي الكامة، دي الكامة اللي بيتحرك عليها الابلاتين اهو. دي الركبة اهي. الركبة دي طول ما هي دايرة بتلف تفضل تعمل احتكاك فيه. بنديها شحم، بس طبعا مع الشحم ده مع الوقت الشحم بيبدأ يقل. مع عربية مثلا 6-7 شهور بيبدأ الشحم يقل او اكتر اقل على حسب اللي حاطط شحم او ما حاطط. في ناس ما بتحطش خالص فيقوم ده متاكل بزيادة، الموضوع بيقوم معدي. فضروري يا جماعه تبقى عارف انت هتركب قبل ما تركب جهاز الاشعال او تغير سبريتير عاده بالكتروني او ان انت تغير ابلاتين وكوندنسر، تبقى ايه عارف الدنيا ايه. وشكرا.